اخواتي احنا مش بتوع تأهل مرتاح ولا بتوع خروج من دور مجموعات، بس جت قدامنا صفقة سسبنس ومرضناش نعزها على اخواتنا، والصفقة بعنوان التأهل كأوسخ تاني وبأوسخ سيناريو. بعد تعادلين وإصابة وخلعون محمد صلاح، منتخب مصر في المهمة الأصعب في المشوار. عارف اني مش مقتنع بكلامي، وعارف ان فكرة اننا لازم كل مرة نعقدها على نفسنا وكل مرة ندور على الزجاجة ام عنق عشان نخرج من عنق اللي جابها. قال الراس الاخضر المهمة الاصعب. قال قبل ما تندمج معايا في الحلقه اللي هنلخص فيها ماتش مصر والراس الاخضر، ما تنساش تتاكد الاول انك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناه هنا وفي باقي قناه ولاد طه، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نبدا. كارفاخال خطيره يا رونالدو، ابو تريكه، الله عليك يا عم الناس، وتلعب مره ثانيه والجول. الله دخل روي فيتوريا اللقاء بتشكيلة 4-3-3، الشناوي في حراسة المرمى وقدامه هاني وحجازي وعبد المنعم واحمد فتوح، وفي نص الملعب مروان عطية وحمدي فتحي وامام عاشور، وفي الهجوم زيزو ومرموش ومصطفى محمد. مع بداية الماتش دخلنا واحنا روحنا عالية، عندنا اصرار اننا هنقدر نعملها وندي للراس الاخضر درس في شخصية المنتخب المصري. بعد 10 دقايق ضغط وجري وروح عالية قوي من لاعيبتنا، انتهى الدرس يا سادة يا كرام. منتخبنا وقف وساب الكرة للراس الاخضر اللي لقوا نفسهم بينقلوا وبيطلعوا وبيستحوذوا وبيضيعوا وقت وماشيين بالماتش في الاتجاه الصحيح. بعد شوية هدوء من لاعيبتنا ومحاولة لتسيير اللقاء من الراس الاخضر، لاعيبتنا قالت ما بدهاش بقى، ضغطنا من تاني. هاني وزيزو طاروا وولعوا الجنب اليمين، كمية سرعات وعرضيات واختراقات. زيزو وهاني حرفيا عملوا كل حاجة، لحد ما بدل ما نستغل احنا اللي بيعملوه ونسجل، منتخب الراس الاخضر بدأ يفهم. مدرب الراس الاخضر عرف خطورة زيزو، وهنا شفنا انتشار مختلف خالص للراس الاخضر عن البداية. فردوا ملعبهم بالكامل عشان يوقفوا خطورة الجانبين، وحاليا ملعبهم بقى مفتوح. المفروض بقى انت لو معاك مدرب محترم كان وجه زيزو ومرموش لانهم لازم يفضلوا فاتحين الملعب، ووجه امام وحمدي انهم يسندوا كتير على مصطفى محمد، ونعمل 1-2 احلى شغل من العمق اللي بقى شوارع ده. لكن للأسف الكابتن روي فيتوريا كان بيتفرج على الماتش ومش عارف المفروض يعمل ايه، وقف يتابع ويقعد ويقوم ويكتب ويدون لحد ما فريق الراس الاخضر قال له طب دون عندك دي. الشوط الاول بيخلص بأسوأ سيناريو ممكن تتخيله، 1-0 للراس الاخضر. المصيبة ان وقتها غانا كانت كسبانة 1-0 واحنا كده بره البطولة. مع بداية الشوط الثاني نزل الحل السحري، محمود حسن تريزيجيه، الراجل المجتهد اللي بيدخل يقلب الدنيا. نزل مكان حمدي فتحي، نزل وكمان معاه محمد حمدي بدل فتوح اللي لا قدم حاجة هجوميا ولا دفاعيا. مرموش دخل في العمق مع مصطفى محمد، وتريزيجيه كسر الدنيا. وفي لحظة مش بتتكرر كتير، حجازي بيعمل باص سحري لتريزيجيه، ايوه والله زي ما سمعت كده، وتريزيجيه بيقوم مديها في وش حارس الراس الاخضر، وبيعلن اخيرا اننا سجلنا بعد كمية فرص كتير جدا. بعد ما تعادلنا ضغطنا بحثا عن التاني، لكن ازاي نبقى زي الناس كده ونسجل التاني ونرتاح؟ امال السيناريوهات العظيمة والسسبنس مين بيعملهم؟ نسيبهم لمين يعني؟ ضغطنا وحاولنا وقعدنا نضيع لحد ما هم شموا نفسهم وبدأوا يكسروا رتمنا، واحنا بدأنا نهدى ومش عارفين الماتش رايح بينا على فين. فيتوريا بيسحب زيزو وبينزل كهربا، وبعده بيسحب مرموش وبينزل مصطفى فتحي، وكل ده واحنا عمالين نتفنن في تضييع الفرص السهلة. كل ده واحنا الوقت بيعدي قدامنا وشكلنا كده هنبقى بره البطولة. المشكلة كمان ان السفاح بتاعك مصطفى محمد مش مركز، عمال يضيع فرص سهلة قوي بالنسبة ليه، واحنا خايفين يفقد الثقة وما يعرفش يسجل. الكلام ده بقى لو على حد غير مصطفى محمد، اللاعب المجتهد اللي بيحاول لحد اخر لحظة. مصطفى مهاجم بجد مش موجود منه كتير حاليا. مصطفى مهما ضيع ومهما عندته في لحظة بيجيب لك جون لب من فوق الحارس في البلاس 90 وبيخليك تتقدم على اي حد وفي اي وقت. مصطفى سجل واحنا احتفلنا وغانا خلص 2-2 مع موزمبيق، والحكم كمان قعد يخوفنا ويقلقنا. هبص على الفار وشكلها مش جون، وفي الاخر الحمد لله اتحسبت جون.
واهو اخيرا كسبنا ماتش في البطولة النحس دي. فجأة الشناوي قرر يتدخل. الراجل قال لك وربنا ما يحصل، نتعادل 2-2 وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة. الشناوي قرر فجأة يزود سسبنس فوق السسبنس، قرر فجأة يرجع الكورة بطريقة ما يعملهاش حارس في KG1، والراس الاخضر فجأة وفي لحظة بوظوا علينا كل الاحتفالات اللي عملناها بعد هدف مصطفى. لعيبتنا عرفت نتيجة ماتش غانا من هنا، وعرفنا اننا كده هنصعد تاني، فقعدنا ننادي على الحكم عشان يصفر ويعلن اننا اخيرا صعدنا، بس مش احسن توالت، ده احنا صعدنا كاوسخ تاني. حلقتنا خلصت وتغطيتنا لدور المجموعات كمان خلصت. ما تنساش بقى تتأكد من اللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وبس كده، سلام عليكم. We'll be right back.